السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايب ومتابعين قناة عائد جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مع بعض احلى كوكيز بطعم الشوكولاتة. زي ما انتم شايفين الجمال والطعم والريحة حاجة مختلفة. قبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. اول حاجه معايا المكونات بتاع الكوكيز. معايا كوبايتين دقيق، ومعايا بيضه، ونص كوبايه زبده، وكوبايه كاكاو، وكوبايه سكر، شويه شوكليت شيبس كده، ومعلقه بيكنج باودر، وكيس فانيليا. هناخد من الكيس البيكنج باودر معلقه صغيره، هنحطها على الدقيق، ونحط على الدقيق بذره ملح. اي حاجه فيها معجنات يا جماعه بنحط لها بذره الملح. هنحط الزبده دي نص كوبايه زبده. عايزه تحط الزبده على سمنه ماشي، زبده بس ماشي. هنحط عليها كوبايه سكر. وهنضربهم كويس بالمضرب اللي هو المضرب الكهرباء العادي. لو في مثلا مضرب يدوي عادي. لو كده يعني. انا عندي المضرب ده مضرب الكهرباء فانا بعمل بيه. هنضربهم كويس جدا لما الزبدة مع السكر يعملوا كده يعني. آه، يبقى كريمة كده يعني. هو هنضرب فيهم كويس لما يبقى الملمس بتاعهم كريمي كده زي ما انتم شايفين. كل شويه بوقف المضرب واجيب اللي في الجناب عشان ما يكونش السكر مخرز يعني. هنحط بقى عليهم البيضه، ونحط كيس الفانيليا على البيضه وهنضرب كويس برضو لما نخفق كده لما الخليط ده يبقى كريمي كده زي ما انتم شايفين. المفروض اما تكوني بتضربي اي حاجه بالمضرب بيكون الوعاء اللي معاكي يعني بيكون غويته يكون احسن. انا حطيت الكاكاو وبعدين الدقيق عشان خاطر الكاكاو بينطر كده، وبرده نطر لازم الحله اللي معاكي اللي انت هتعملي فيها بتكون غويطه يكون احسن يعني. شايفين الكاكاو ده بيطير هو والدقيق، فما خدتيش بالك بيبهدل الدنيا بيبهدل الدنيا خالص. اهوت انا كده يعني خلطت الخليط كله مع بعضه. ممكن بعد ما اخلص العجين بتاعي هاخد شويه شوكليت. ده بقيه الدقيق يا جماعه، ما رضيتش احطه كله عشان ما يعفرنيش، بس هو كده كده عفرني وبهدل الدنيا اصلا. يا ريت وانت بتعملي تاخدي بالك من الحته ديت. عايزه الحاجه تكون عميقه يعني، اللي انت بتضربي فيها يعني الحله او الطبق اللي انت بتعجني فيه يكون غويط او عميق بيكون احسن يعني. كده لميت العجينه اهوت. ممكن اخد شويه شوكليت شيبس من ده احطهم في العجينه، بس انا ما حطيتش. انا ما رضيتش احط عشان خاطر وانا بكوره كده ما يكونش تكون الكرة كده طالعه سليمه كده زي ما انتوا هتشوفوها كده على التحفه كده، والعجينه كده طالعه مظبوطه. هسيبها بقى تركن كده شويه في التلاجة، وبعد كده اخدها بقى اشكلها كده زي ما انتوا شايفين اهوت. عملت الكوره كده زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده الحجم. بس بعد ما عملتها حسيت ان الحجم حسيته كده كبير شويه، فقللته تاني. العجينه مظبوطه على الشعره، مظبوطه 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 يعني ولا كلمه. اهوت حسيت بعد ما عملت ديت حسيت كده ان ال الواحده كده كبيره قوي فصغرتها تاني. فرجعت صغرتهم اهو شوفوا، خدت منهم تاني فصغرتهم. هو حسب بقى زي ما انت عايزه يعني عايزه الحجم كبير شويه صغير على حسب ما انت عامله. ده انا عملته اهوت، ده الكميه كلها. وبعد كده هزينه بقى بشوكليت شيبس، فجيت احطها فهتاخد مني وقت، فجبت كل واحده كده حطيتها في قلب الطبق اللي فيه الشوكليت ده يعني. اهو هتشوفوها عملتها ازاي دلوقتي. هسهل لكم الموضوع خالص. ما انا مش هفضل احط واحده واحده كده جنب بعضها، ده هينرفزني. هشتغل بقى كده الواحده بحالها واحطها في اهوت زي ما انتم شايفين كده. بس واللي يقع اقوم جايه صيدها بواحده تانية. شايفين الجمال؟
كده، والواحده كده انتلت كده شوكليت كده، وبقى شكلها حاجه تانية احسن. بحط واحده واحده كده بايدي. شايفين الجمال ده؟ عملت كل الكميه بنفس الطريقه ديت. وبقى اللي بيحب الشوكليت اللي هو الابيض، مثلا كنت يعني ممكن كنت احط الابيض على على البني، بس احنا هنا ولادي بيحبوا الشوكولاته يعني، واللي هو الطعم كاكاو، فانا خليته كله بني اهوت. واي حاجه وقع بقى من اللي وقعت مني اهيت، اصطدتها كده بواحده تانية اهو، عشان الشوكولاته لما بتنزل على الارضيه في الصينيه كده والفرن يشتغل هتحروق. فبقدر الامكان ما تخليش ولا حته شوكولاته تقع منك على الارض. كده خلصتها اهوت، دخلتها بقى التلاجة يا جماعه، قعدت لها حوالي نص ساعه في التلاجة او ربع ساعه ترتاح كده. وبعد كده طلعتها اهوت، بعد ما طلعت من التلاجة يعني، هي ما زادتش ولا حاجه. حطيتها بقى في الفرن اهي، شايفين طلعت بقى من الفرن على الجمال بقى، ما اقولكوش، اقسم بالله تحفه تحفه تحفه. والطريقه سهله والمقادير سهله. وكل سنه وانتم طيبين، بمناسبه بقى كده هلول شهر رمضان كده ان شاء الله على ابواب، وبالف هنا وبالف شفا. شايفين الجمال؟ شايفين ايه الطعامه دي يا ولاد؟ والله تحفه تحفه تحفه. شايفين بقى؟ والعجينه بقى كده مظبوطه، شايفين بفتحها، شايفين هشه كده من جوه ونفشه كده وزي العسل اهوت. يا ريت بقى تجربوا الكوكيز بالطريقه بتاعتي، وبألف هنا وبألف شفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.